السلام عليكم، هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية للجميع يا رب. مثل ما شفتوا ببداية الفيديو شهيتكم الهريسة سويتها بنات تجنن، وحبيت اشارككم هاي الطريقة على مود الكل يستفاد من عندها، والعشاق الهريسة يسووها هسه يقومون بس يشترون هاي الحبية. شوف بنات، هاي عندي هنا كيلو حبية. ابو عمور صار يعني تقريبا بالاسبوع يقول سوي لنا هريسه، مشتهى هريسه، وانا ما طبختها ولا مره بحياتي. هاي اول مره اطبخها وطلعت تجنن، يعني كل من ضاقها قال عاش تيدش على هاي الهريسه، خاصه عمي يعني تعجب قال عاش تيدش تخبل. بنات طريقة سهلة وبسيطة وما يرادلها أي شي. يعني أتذكر قبل من كانوا يسوون الهريسة يظلون يطبخوها من الصبح لثاني العفو شنو من الصبح من الليل للصبح حتى يحجون عليها. فسويتها أنا بطريقة سهلة وبسيطة وما يرادلها أي شي، شو وقت ما تشتهيها تقومون تسووها. خاصة هسه جاي رمضان واحد يسويها كلش طيبة بمحرم، فراح اعتمد هاي الطريقة. شوفوا بنات، عندي هاي الحبية بديت يعني ألقط بيها أنظفها. يعني أوخر أكو ذا حصو ذا أكو حجار، قالوا أكو بيها حصو لقطوها، بس هي هاي اللي جاب ليها بعمور تجنن، ما بيها أي شي، يعني كلش نظيفة مثل ما تشوفون، ما طلعت من عندها شي. قالوا راح تلقين بيها حصو ما أعرف شنو، لا والله يعني كلش نظيفة هاي الحبية. فهسه ايش راح اسوي لها اني؟ راح اروح مباشرة المن اغسلها، واغسلها ازيد من مرة، يعني اغسلها مرة واثنين وثلاثة واربعة، من لما اشوف الماي طلع من عندها يعني ابيض، ما اريد انبي الماي نشا. وراح انقعها أنا من الليل ثاني يوم الصبح. الصبح الا اطبخها العصر مو الصبح. وهنا تعال شوفوا البنات الجاي يسوون، جاي ظفرا للمفرش مال الصالة. هاي ذكرني من كنت صغيرة، أنا هم ما كنت أسوي هيجي أشياء هذني أبد ما أخلي شراشيب بحالهن إلا أسويهن ضفاير. بس شوف الضفاير، شوف هذني باللون الجوز تقولين صدق شعر فقال ماما هيجي أرتب، رادين يسوون حتى زوليات كبيرة اللي عندي. فقلت لهن لا ماما، يعني هي شراشيب هي موديلها هيجي وحلوات. هذن المفارش يتسون بيهن يلعبن بيهن ضفرن شو يسوون. اكو حتى يخلولهن هاي القراصات اللاستيك مال الاطفال مال الشعر، يجمعن يعني كل اثنين وثلاثة يخلولها قراصة، يقولون يطلع شكلها حلو هاي. بس انا لا، يعني احس ان الزولية شراشيبها هيجي احلى، بس واحد يقدر يعني بين فترة وفترة يمشطهن، يعني يعدلهن على مود ما يتخلبصن شو رأيكم بالقصايب؟ قصايبها وراها هاي كانت القفلات يقلوها للبنات من يسوون قصايب. فهسه راح اروح اناني، راح اروح انا اطبخ لكم الهريسة. هنا بنات على الكيلو الحبية راح اخلي تقريبا 3/4 الكيلو لحم. حطيت لحم وحطيت عظم. العظم راح ينطيها طعم كلش طيب، اطيب من واحد يخلي بس لحم، يعني راح ينطيها طعم وهيجي يخلوه شلون نقول احنا ينطيها مونة، كلش طيبة. هنا أنا عندي اللحم غسلته يعني من الدم اللي بيه وهاي، ونظفته وراح اخليه على النار. اللحم سلقته تقريبا هيك الساعة ب11. الهريسة شو وقت راح اسويها؟ راح اسويها على الفطور، لان ابو عمور صايم ولازم يذوقها هي وحارة، اذا بردت مو طيبة الهريسة، فهي وحارة كلش طيبة. ايش راح اسويها اني؟ بسرعة راح تستوي ترى الهريسة. شوفوا هاي الطريقة بنات كلش سهلة، لا تخلون الحبية واللحم سوا، لا، اول شي سلقوا اللحم، بعدين من يستوي
سلقوا الحبية وحدها. شوف هسه راح اراويكم الطريقة شلون سويتها انا، وتطلع يعني طريقة ناجحة وتجنن. فهسه اللحم انا سلقته عندي هنا، لان اللحم ياخذ وقت يعني من يستوي. الحبية لا بسرعة تستوي، يعني ساعة تستوي الحبية. فهسه هنا أنا عندي اللحم خليته على النار تقريبا 3 ساعات هيجي، يعني بحيث مني هيجي شلت اللحماية اتفسخت بيدي، يعني ماكو هيجي ذايب اللحم. انا اريده هيجي واصل لهاي الدرجة، يعني منتهي شوفوا بنات يتفتفت. فهسه انا شو راح اسوي؟ راح اوخر الماي، اصفيه من الماي مالته، وشنو اطخه اللحم كله، اطخه. عندي هاي المهراسة مال البوتيتا راح اسوي بيها اي شي عندكم. ما عندكم مهراسة سووا بهاي انا ما عندي هذا التخماخ شو سويت بيه، بس ما عندي سويت بهاي المهراسة مال البوتيتا. اذا ما عندكم مهراسة سووا بقلاص هيجي طخوا اللحم منها لما يصير عندكم هيك عبارة عن خيوط. هسه بين ما استوى عندي اللحم اني وراح اطخه، خليت الحبية على النار. اول شي بدأت تفور، بعدين نصيت النار عليها، يعني خليتها على شون التهدير، وظليت احرك بيها تحريك مستمر، لان من راح تدخن عندكم راح شون تلشع بقاعدة القدر. فظلوا استمروا بتحريك مستمر بيها. اكو بنات كتبوا لي بالتعليقات ام عامر برمضان سوي لنا اكلات، تدللون بنات شلون ما اسوي لكم. العام انا سويت لكم، يعني ظليت انزل تقريبا يوميا فيديو برمضان، يوميا اسوي اكلات، اسوي حلويات، سويت زنود السيت، سويت زلابية، سويت لقمة القاضي. هواي اكلات سويت. بعد شنو والله هواي حلويات اسوي برمضان. فان شاء الله ترقبوا راح اسوي لكم اكلات وحلويات فتشي. سولفونا اشتريتوا زينة رمضان لو بعدكم من هسه الجهال متحمسين يشترون لنا زينة رمضان من هسه. يقولوا لي يلا ماما علقيها الزينة، قلت لهم ماما بعد تقريبا شهر رمضان اقل، يعني هيجي 28 يوم. فكل هالناس متحمسة رمضان، احلى شهر يعني بالسنة هو رمضان، يجنن صدق الخير والبركة بيه وكل شي. فهسه هنا بنات شوفوا شلون صارت عندي عبارة عن خيوط. اللحم هيجي اختفى، طلعت من عند العظام مخرتهن ذبيتهن وبقيت بس اللحم. شوفوا هيجي يعني انهرس عندي. هسه الحبية شوفوا بنات وصلت لهاي المرحلة، استوت. شوفوا شلون حجمها تضاعف وانفتحت بالنص، يعني الحبية ما ظلت هيجي. بهاي المرحلة لا ما راح اهرسها، انا راح اخليها بعد، راح اضيف لها ماي حار، افور لها بالغلاية واضيف لها واخليها بعد. يعني ما اريدها بهيجي شكل، لا اريدها تكون تصير على شكل طحين تنهرس هرس. بعدين من انهرست عندي وصلت لهيج مرحلة شوفوها ما يراد لها شي بعد. ابو عموري وصيته على هذا الجهاز جاب لي اياه لان احتاجه، فصدق والله خطية جاب لي اياه وقال يلا اشتغلي بيه. سويتها بهاي المهراسة شوفوا بنات شلون، وما هرسته كل الزايد اسويه يعني تقريبا يعني شلون الشوربة، لا انا اريدها شوية تبين. هرسته بشي بسيط ومو ويا اللحم، بعدين الا اضيف اللحم، اريد اللحم يبرز بيه ويصير عبارة عن هيجي خيوط. هسه تشوفون النتيجة شلون طلعت تجنن، يعني وبالحقيقة يختلف عن الكاميرا. شوفوا بنات هنا بعد ما هرستها خليت اللحم، ومن تخلون اللحم بعد لا تشغلون المهراسة. انا هسه بس هيك حركت يعني الحبية اللي صايرة بقاعدة القدر، بس حركتها وراح اخليه على النار واخوطه بالشفشير اللي عندي. لا تهرسون اللحم لان راح يختفي ويصير لكم عبارة عن هيجي شوربة. خلوه هيجي يبرز خيوط، هي هاي الشكل الهريسة الأصلية النجفية جربوها على هاي الطريقة وبنات راح تدعولي تجنن والله العظيم، وسهلة وما يراد لها شي. شفت مثل ما شفتوا هسه بس سلقت اللحم وسلقت الحبية، هرست الحبية وحدها واللحم وحدها وضفتهن سوا، وراح اخليها على التهدير تقريبا ساعة ساعة ونص ازيد انتم بكيفكم. بس شنو بين فترة وفترة تعالوا حركوها، يعني هيك خوطوا بها على مود تتجانس المواد. وشوفوا لي الكمية اللي صارت ما شاء الله، هذا اكبر قدر عندي وانترس يعني اللي فوق. اريد اشتري بعد قدور اكبر من هاي، لان شوفوا بنات يعني انترس كلش لفوق
ما شاء الله كيلو حبية. شوفوا الكمية اللي صارت عندي. احنا اكلنا ووديت البيت عيالي همات قدر. هسه راح يشوفون راح اصب لهم قدر واخذه لهم. وثاني يوم ضميت وترست قدر لامي، راح اودي لها اياه همات. راح اروح للنجفة واخذ لها اياه الهريسة. فامي تحب الهريسة. من انا وجاي اطبخها تذكرتها، قلت امي تموت على الهريسة. خبرتها قلت لها تعالي شوفي شنو جاي اطبخ. قالت شنو هاي جاي تطبخين ثمن وقيمة؟ قلت لها لا جاي اسوي هريسة. قالت عافية علي ايش تعرفين تسويها؟ قلت لها ما يراد لها شي، واحد اذا يريد يسوي له اكله يعني يسويها اذا حطها بباله. هنا بنات خليت شنو، خليت شوي ملح تقريبا نص خاشوقة اكل هيك شي. لا تكثرون ملح لان احنا نحبها بالشكر، نخلي لها شكر. انتم بما تحبوها تاكلوها. صدق اكو ناس تخلي لها ملح وتاكلها، ما يصير. شلون؟ هي يتخلى لها شكر، يعني طيبتها بالشكر. ودارسين وعلى الوجه شي يخلون دهن حار. وتعالوا وكلوا. صدق والله خابرت امي، خلي اكمل لكم السالفه. خابرت امي قلت لها تعالي شوفي. قال شنو هاي هريسه؟ قلت لها اي هريسه. قالت الله اشتهيتها، راح اروح باكر اجيب الحبيه واطبخها. قلت لها لا تطبخين ولا تسوين، انا اشتهيت لك اياها وراح اضم لك قدريه ومن اجيك راح اجيب لك اياها. صح هي مو مثل ما بساعتها كلش طيبه تصير، بس يعني الهريسه ما تنمل، يعني مثل القيمه. قد ما واحد يجيها بعد فتره طيبه. فهسه هنا صبيت هذا القدر البيت عيالي، راح اخذه ونروح لهم. هاي شنو ورا الفطور. خليتها على التهدير تقريبا بالساعة ازيد ساعتين. انا نصيت النار عليها وظليت بين فترة وفترة احركها. وهاي هنا الزبد فرقعت لهذا القدر وراح اخلي له. ودارسين نخلي له. وتعالوا واكلوا. تجنن كلش طيبة. انصح يعني بنات تجربوها، حتى اللي ما يعرف لها يتعلمها. مثل ما شفتوا ما راد لها شي. وهاي هنا الدارسين والدهن الحار. وشنو بس واحد يحط شكر وياكل. واللي هنا بنات وصلت وياكم لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون حطوا لنا لايك واشتركوا إذا أول مرة تشوفون القناة، وفعلوا الجرس على خاصية الكل حتى يوصلكم كل جديد أنزله في القناة. واللي هنا أقول لكم مع ألف ألف سلامة، وانتظروني فيديوهات جديدة. أنا أحبكم كلش هواي. باي باي حبايبي.